هو الأغاني حلال ولا حرام؟ طيب هو ممكن اعرف يعني ايه الاغاني الاول؟ لما تيجي تسألي نفسك هتلاقي كتير من الناس مش عارف يعني ايه الاغاني. الاغاني معناها كما قال اهل اللغة العربية هو تحسين الصوت او رفع الصوت بلحن جميل. واحد بيرفع صوته بيقول لحن جميل. ولذلك لما تلاقي حد يقولك ان الاغاني حلال، ده تعرفي على الاطلاق تعرفي انه جاهل. ولما يجي يقولك حرام اعرفي برضه انه جاهل. ليه؟ لان الاغاني هو عبارة عن كلام، عبارة عن كلام حلو، كلام بيتقال. فالكلام اللي بيتقال ده منه كلام عاطفي ومنه كلام حزين ومنه كلام وطني ومنه كلام ديني ومنه المهرجانات اللي احنا عايشينها دلوقتي. طيب هي الناس اصلا ليه بتميل للاغاني؟ الناس ليه بتحب تميل للاغاني؟ لانه بيلامس مشاعرهم. الناس بتحب تهرب من اي حاجة، عايزة تهرب من اي ألم داخلي عندهم. عبارة بقى عن عادة وادمان. عايز يستقر، عنده طاقة زايدة مش عارف يوديها فين، فبيقوم يروح يسمع اغاني خالص. فالموضوع عنده عادي جدا. طيب هو السؤال بقى، اذا كان انت قلت دلوقتي ان الاغاني عبارة عن كلام، طيب الكلام ده مش المفترض منه الحلال ومنه الحرام؟ ايوه بالظبط، وده اللي احنا بنقوله، ان الكلام منه الحلال ومنه الحرام. يعني لو واحد دلوقتي مثلا عمال يصف المرأة ويثير غرائز الناس، ده حلال ولا حرام؟ الجواب لحضرتك. لما واحد عمال يقول يصف الخمرة ويشرحها لنا ويفصلها لنا وفوائدها والكلام ده حلال ولا حرام؟ سايب الرد لحضرتك. واحد بيقوم يقول كلام ملوش اي لازمه، ورجاله قايمه تقوم ترقص، ورجاله انا اسف بقت تلبس لبس النساء، ومش عايز اشرح بيلبسوا ايه بالضبط، انتوا اكيد بتشوفوا على مواقع التواصل والسوشيال ميديا. ده حلال ولا حرام؟ اللي عايز اقوله ان الغنى عباره عن كلام. الكلام ده حلاله حلال وحرامه حرام. طيب هو اللي قال ان الغنى حرام قال حرام ليه؟ وخد بالك ده جماهير اهل العلم. يعني لازم تعرفي وتعرف ان اللي قال انه حرام ده جماهير اهل العلم، مش انا ولا انت. يعني المالكية والشافعية والحنابلة قالوا ان هو حرام. إيه الدليل؟ واحنا اتفقنا ان اللي يقول لك حرام قول له ايه الدليل. قال لك هو حرام لانه بيشمل على ادوات الموسيقى اللي احنا بنعيشها يا اخوانا. فاهل العلم اصلا، ودي المساله الثانيه، اهل العلم ما اختلفوش ان الموسيقى حرام، اتفقوا على ان الموسيقى كلها حرام. آلات الطرب، القانون والمش عارف العود والكلام ده، وراجع كلامي كلام جماهير أهل العلم خلافا لبعض الحنفية. الدليل قال لك لأن الله عز وجل قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. سيدنا عبد الله بن مسعود أقسم بالله العلي العظيم إن ده هو الغناء، وتبعه جماهير يعني من التابعين على ده الكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. إيه هو الحرى؟ الحرى اللي هو الزنا والعياذ بالله. والبنت لما تروح تزوج نفسها بدون إذن وليها، طب ما هو ده زنا، والناس تيجي تطلع تقول لك حلال. وعيش بقى، مش هنشرح كل حاجة على التفصيل. طب الحرير، النهارده الرجاله بتلبس الحرير وبتلبس الذهب والعياذ بالله، وكل حاجه حرام ويقول لك عادي حريه شخصيه. والخمر النهارده بيشربوا الكحوليات وبيشربوا البيره وبيشربوا مش عارف ايه، بدعوى ان عادي انا بعالج كليتي. يا اخي ان الله لم يجعل دواء امتي في محرم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. الشاهد النبي قال والمعازف، بيستحل المعازف بدعوى ان هي بتريح الاعصاب وعلاج بالموسيقى وحاجات كتير طالعه اليومين دول. يا عم الحاج يا حبيبي يا صديقي، السكينة الحقيقية بتبقى في ذكر الله. ربنا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ده عملوا دراسات بتقول ان الجانب النفسي عند الانسان بيزداد كسر وكآبة لما بتسمعوا الاغاني العاطفية، بسبب ان تلات ارباع الشباب اللي خاطب وبينفصل وبيفركش، واللي مطلق واللي مظلومة واللي مقهورة ومش عارف ايه. بل وصلوا كمان لدراسات بتقول ان الموسيقى العالية بتزود ضربات القلب وتزود التوتر. الخلاصة اللي عايز اقول لك ان الغنى اللي خالي من الموسيقى ومن المعازف وما بيثيرش الشهوات ولا بيتشبب بالنساء ولا عادي، لان هو عبارة عن كلام عادي، عبارة عن كلام. لكن اللي فيه موسيقى وحب محرم وإثارة غرائز والمهرجانات اللي حضرتك بنشوفها باتفاق أهل العلم، ما فيش حد اختلف إن ده حرام. يا ريت يا اخوانا نفهم الكلام ده، ان في فرق بين الموسيقى والاغاني. يا ريت في الفيديو ده اكون اني بينت لك ان الاغاني منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، وانا بينت لك التفصيل. لكن الموسيقى ما فيش حد من اهل العلم قال ان هي حلال اصلا. جماهير اهل العلم على ان هي حرام. الخلاصة، انا اسف ان الفيديو طول، بس الموضوع خطير معلش، عشان ما حدش يجي يقول لك ان الاغاني حلال والاغاني حرام. والفيديو اللي جاي انا هشرح لك قول سيدنا عبد الله بن مسعود
لما اقسم بالله والله ان هو ده الغناء. طب ازاي سيدنا عبد الله بن مسعود اقسم ان هو الغناء، وانت بتقول دلوقتي ان الغناء لو كان كلامه عادي حلال حلال، ولو حرام ان هو حرام؟ سؤالي لحضرتك قبل ما اقفل، المهرجانات اللي بتحصل دلوقتي في الساحل الشمالي ولا الساحل الشرير ولا عند الاهرامات، واللي بيحصل احتكاك وشباب وبنات وبيشربوا وبيروحوا وبيجوا، هل هو ده الغنى اللي كان العلماء يقصدوه زمان ان هو حلال؟ ولا اعتقد دلوقتي ان في اتفاق واجماع بين اهل العلم ان الغنى ده حرام؟ انا سايب الجواب لحضرتك. شكرا.